السلام عليكم. لا بجد انا عايز اسال سؤال واحد بس، هو في ايه؟ هو ريال مدريد نقل من الموسم اللي فات نقل اللي كان بيحصل الموسم اللي فات للسنه دي؟ انا مش فاهم هو في ايه بجد. يعني احنا رجعنا تاني ان احنا نرجع تاني شخصيه البطل، تمام انا عيني وراسي، بس مش معقوله كده. احنا كده ممكن في اخر الموسم، انا عارف اللي هيحصل اخر الموسم، هو الماتشات دي هنقول عليها دي ماتشات رحله الخامسه عشر لدوري الابطال، مفيش اي تغيير. المشكله ان هو انت بتتكلم على فريق اساسا هو بيعاني، والله العظيم فريق بيعاني، ما بيقدموش اي حاجه، مفيش ولا تنظيم من اول دقيقه من المباراه لغايه اخر دقيقه. مفيش تنظيم، انت مش عارف مين بيلعب فين. يعني انت شويه تلاقي ايدر ميليتاو بيهاجم، شويه بتلاقي فالفيردي بيدافع، شويه بتلاقيه بيهاجم، شويه تلاقيه في نص الملعب. حتى كامافينجا يعني الراجل ساب نص الملعب ونزل يلعب باك شمال عشان فيرلاند بن يتصاب. مفيش عمق الفرق، مفيش لعيبه اساسا. انت عندك يعني الباكات بتاعتك كلها مصابه، يعني كارفاخال وعندك فيرلاند مندي، حتى ديفيد الابا اللي انت مش ساعات بتشاركه في المكان ده هو مصاب. طب وبعدين احنا مش هنفضل يعني مش هنفضل احنا في القصه دي كتير بجد يعني. انا مشجع لريال مدريد، بس انا مش هفضل طول الماتش ريال مدريد افضل قاعد كده مستني. عارف ان ممكن فريق يقلب الدوله للاخر، بس مش بالشكل ده، لا مش بالشكل ده بجد. الفريق هو مش منظم، هم بينزلوا كده، يلا اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها، ولا تكتيك ولا اسلوب ولا اي حاجه، يلا على البركه العبوا زي ما تيجي. احنا هنكسب اي حنكشه قدام. كريم بنزيما يكون مثلا في مستواه يجيب جون، هو ده اللي يحل لك الدنيا. خلاص هو ده ريال مدريد حاليا. ريال مدريد ما بيقدمش اضافه، مفيش اسلوب لعب، مفيش تكتيك معين هم حافظينه، او مفيش كره معينه بيلعبوها، لا هو نفس الفريق اللي بيلعب قدام ريال اللي كان خسران 2-0 بينزل الشوط الثاني بيحاول الماتش 3-2. لعيبه ريال مدريد شايفه ان هي لا انا مش هلعب الشوط الاول، احنا مش عايزين نلعب الشوط الاول، انا حر، احنا حرين، احنا ريال مدريد، احنا نلعب الشوط الثاني، العبوا انتوا الشوط الاول واحنا نلعب الشوط الثاني. الناحيه الثانيه بقى اتلتيكو مدريد يعني العكس تماما، لعب الشوط الاول وبيعمل كل حاجه في الكوره وبيحاول ان هو يسجل وبيهاجم وبيضغط وبيمسك كوره، وريال مدريد مفيش. الشوط الاول كان عباره عن اتلتيكو مدريد بيلعب كورتو الناحيه الثانيه، بس مش اكتر من كده. الشوط الثاني بقى هو سيميوني عمل كل حاجه غلط في الشوط الثاني، حتى تبديلاته. يعني هو طلع كل المهاجمين اللي عنده وابتدى ينزل لعيبه الدفاع، ابتدى يدافع. انا عايز ادافع وانزل لعيبه في نص الملعب، مش اكتر من كده، انا كده خلاص كسبان. لغايه امتى سيميوني هيبقى بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه تاني؟ يعني انا مش فاهم. انت دلوقتي انت متقدم في النتيجه 1-0، ليه ما نزلش الشوط الثاني وابقى عايز اسجل هدف ثاني واخلص الماتش؟ ليه ادي فرصه للفريق انا عارف ان هو ممكن يرجع في الماتش في اي وقت، اخليه هو يرجع في الماتش؟ لا وبالعكس كمان، ده هو كمان بيكسب 2-1 ريال مدريد وبيحط الثالث بعد كده فينيسيوس خلص الماتش. لا وسافيتش بيطرد المره ال 5000 تقريبا. انا كل ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد اشوف سافيتش بيطرد، يا اما في اي ماتش تاني في اي ماتش كبير لازم سافيتش لازم يطرد. انا مش فاهم. الناحيه الثانيه بقى ريال مدريد هو خلاص احنا عارفين ان ريال مدريد هيلعب في الشوط الثاني. ما تحاولش تقنعني ان ريال مدريد هيلعب من اول الماتش لغايه الاخر، هيلعب ماتش 10/10 ومثالي وتنظيم وكوره حلوه ويمتعنا والكلام ده. خلاص جو المتعه ده انتهى بالنسبه لريال مدريد. ريال مدريد ان هو يشوقك ولغايه الدقيقه 75 يبدا بقى يلعب، غير كده انا مش هلعب. وكريم بنزيما بيقدم يعني مباراه هي من المباريات اللي بيقدم فيها مستوى قليل جدا، لكن بينجح بعد كده ان هو يسجل. فينيسيوس جونيور هو في مشكله معاه، هو مشكلته ان هو الجماهير بتعرف تستفزه بسرعه، لازم حد يتكلم معاه في الحته دي. لما بيتحط تحت ضغوط والجماهير تفضل تستفزه والكلام ده بيخرج عن تركيزه، وبنشوفه شخصيه تانية خالص وبيفضل يتكلم كتير مع الحكم وبيتعصب كتير في الملعب. لكن بجد حقيقي اللي خسر اتلتيكو مدريد الماتش هو اتلتيكو مدريد، هو سيميوني نفسه بتبديلاته. انت عندك يعني جريزمان ونيمار انت طلعتهم كانوا عاملين ماتش عالي جدا، حتى لما نزلت منفذ ديباي منفذ ديباي يحاول، لكن هو مش هيحاول لوحده. كراسكو بيحاول برضه مش هيحاول لوحده. انت بتدافع، انت فرقه اتلتيكو مدريد رجعت لنص ملعبها ومستنيين ريال مدريد يضغط عليهم. ريال مدريد نزل الشوط الثاني هو بيضغط، هو ما فيش اي فكر بيلعب فيه، هو كل اللعيبه مندفعه لقدام، ما فيش اي حاجه تانية غير كده.
اطلع بقى بسرعاتك، سرعات ايدن ميليتاو اللي كنا شفناه في كوره مع بنزيما وكان ممكن يقتل المباراه في الشوط في الوقت الضايع من الشوط الثاني والماتش يخلص على كده. شفنا انطلاقات لايدن ميليتاو وكامافينجا اللي كان لاعب باك شمال، بس هو يعني انا شايف ان كامافينجا احسن بكتير من فيرناند مندي بجد. يعني احلى حاجه عملها، احلى حاجه في الماتش ان فيرناند مندي اتصاب عشان نشوفه كامافينجا هو اللي بيلعب في الحته دي. الولد بيقدم اداء غير طبيعي، غير طبيعي، ما ينفعش يقعد على الدكه تاني خلاص. لوكا مودريتش هو عمل كام لمسه كويسين، بس لوكا مودريتش كبر خلاص، هو ما عندوش حاجه يقدمها لك، هو ما عندوش حاجه يقدمها. حتى هو وتوني كروس برضه ما فيش حاجه جديده يقدموها. خط دفاعك انت بتلعب بناتشو وايدر ميليتاو وجنبه روديجير، وبتلعب كامافينجا من نص الملعب، جبته باك شمال بعد اصابه مندي، فانت ما فيش عندك حد بره يقدر ينزل هو اللي مثلا يبقى لو حد من المدافعين اتصاب عندك كارثه خلاص، ما انت ما عندكش حد بره، هتلاعب مين؟ لا ريال مدريد بيعيد نفس موسم السنه اللي فاتت، بس برضو انا عند كلمتي، الموسم بتاع السنه اللي فاتت في دوري الابطال مش هيكرر تاني السنه دي، صعب جدا 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 على ريال مدريد ان هو يكرر نفس الموسم. لا هو احنا مش هنفضل في الدايره دي كتير، او مش هنفضل بنفس السيناريو ده كتير. شخصيه البطل، في كريم بنزيما، مش يعني هو مش محتاج لضربات جزاء عشان يسجل، لا يعني انت بتحتاجه بتلاقيه، بس برضو انت مش هيفضل هو المهاجم الوحيد. انت لما الدنيا اتعثرت معاك وانت محتاج مهاجم تاني، حسيت ان كريم بنزيما مش قادر لوحده، او مش هو ده كريم بنزيما رغم تسجيله هدف، لكن انت محتاج مهاجم. فين مدير كريم بنزيما؟ مفيش. انت نزلت اسينسيو ورودريجو، هو انت جبت الفم حاجه بتاع دوري الابطال نزلته، وهو اللي خلص لك الدنيا دي كلها بمهاره فرديه، قدر ان هو يرجعك تاني للماتش. لما رجع ريال مدريد تاني للماتش خلاص، يعني ابتدى ريال مدريد ان هو يضغط بقى ومندفع كل اللعيبه اللي قدام عشان خاطر يسجل هدف تاني ويخلص الماتش. الماتش ده لو كان راح لضربات جزاء هو كان هتبقى 50-50، لان انت عندك هنا يوان اوبلاك وعندك هنا كورتوا، حارسين كبار جدا وكانوا يقدروا ان هم يتصدوا لاي ركله مثلا في ضربات الجزاء. لكن لا، هو ريال مدريد، اتلتيكو مدريد هو اللي ركب ريال مدريد عليه في الشوط الثاني، سيميوني هو اللي اعطاهم الماتش، هو يعني هو بخوفه وان هو مصمم على نفس اسلوبه ان انا خلاص جبت جون ارجع ادافع واعتمد على هجمات المرتده، مع انك انت كنت ممكن تهاجم، خصوصا ان دفاع ريال مدريد مش بالقوه اللي انت متخيلها، او دفاع ريال مدريد اساسا مجرد ان انت هتضغط عليه هو الدنيا هتفتح ورا. ما هو دفاع ريال مدريد اساسا من اول الموسم وهو رايح في داهيه خالص، دفاع ملط. فانا مش عارف هو ليه سيميوني بيعمل في نفسه كده، او هو ليه مصمم مش راضي يغير من افكاره. هو الحاجه اللي انا متاكد منها ان سيميوني ممكن يكون بشكل كبير بنسبه 90% هو اخر سيزون ليه مع اتلتيكو مدريد. خلاص قصه سيميوني واتلتيكو مدريد لازم تنتهي، لازم يبقى ليها حد، لازم يبقى ليها نهايه، لان ما فيش حاجه تانية سيميوني ممكن يقدمها لاتلتيكو مدريد. عنده اوراق هجوميه وعنده فرقه كويسه، لكن اللعب وطريقه لعبه الدفاعيه خلاص ما بقتش تناسب دلوقتي الفرقه، او تقدر تقول ان هي خلاص بقت طريقه قديمه ان انت تركن اتوبيس ورا، لا خلاص. فاللي انا شايفه هو ريال مدريد هو ما كانش يستحق الفوز، لا على الاداء اللي هو قدمه في الشوط الاول ما يستحقش الفوز، لكن الشوط الثاني كلها اداءات فرديه. كارلو انشيلوتي بره هو ما عملش اي حاجه، هو كل اللي كان بيعمله ان هو بينزل اللعيبه من على الدكه زي رودريجو زي اسينسو، هم دول اللي فادوا الفرقه. سيبايوس انا شايف ان هو لاعب في نص الملعب كويس جدا، محتاج ياخد وقت اكتر من في نص الملعب، هو وكامافينجا وتشاوميني لما يرجع، لوكا مودريتش وتوني كروس يبقوا خيارات من على الدكه، لان الوضع صعب جدا بالنسبه لهم، لازم يريحوا شويه، خصوصا لوكا مودريتش اللي عنده 37 سنه تقريبا، هو مش هيفضل يأدي لك بنفس المستوى اللي انت شفته السنه اللي فاتت. كان مقدم موسم رائع مع كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، لكن هو مش هيفضل بنفس الاداء. فالفيردي من بعد كاس العالم هو مش شايف قدامه، هو راجع من كاس العالم هو مش شايف قدامه، قبل كاس العالم كان حاجه وبعد كاس العالم كان حاجه، كنا في اهداف، كان صناعه اهداف، تسديداته فين؟ تسديدات فالفيردي غايبه جدا، دقه التسديد ودقه التمرير لفالفيردي، حتى ادواره الهجوميه والدفاعيه يعني ممكن دفاعيا ماشي كويس لحد ما، لكن ادواره الهجوميه مفيش، هو بيحاول لكن مش هو ده مستواه، مش هو ده مستوى فالفيردي. فلازم لازم بشكل كبير طبعا
انا شايف من وجهه نظري ان ريال مدريد السنه دي انا مش هيحقق حاجه، ولو حقق حاجه يبقى دي معجزه، لان ريال مدريد بالتشكيله الحاليه او بالسكواد الكامل الحالي هو ما ينفعش. احنا شفناه بينزل اودريازولا ومارتن اللاعب الشاب، وهو خلاص بقى مبقاش عنده ثقه في واحد زي ايدن هازارد او واحد زي ماريانو دياز. هما الاثنين معاه او الاثنين موجودين في ريال مدريد، هما قاعدين الدكه بياخدوا مرتباتهم وشكرا بس كده. انما هم عشان ينزلوا او يقدموا لك حاجه لا خلاص، هم الموضوع بالنسبه لهم منتهي. هم يعني في اخر الموسم هو هيقول لهم هيوجهوا لهم الشكر ويلا مع السلامه، لان ريال مدريد هو محتاج 5-6 صفقات هم اللي هيقوموا الفرقه تاني. لان وضع ريال مدريد لو انتهى السنه دي ببطوله يبقى معجزه، ايا كانت البطوله اللي هم هياخدوها تبقى معجزه. انا شايف ان بالنسبه لهم فرصه ان هم يفوزوا بدوري الابطال هي صعبه، هي مش سهله. ماشي، نفس الكلام على الدوري الاسباني، برشلونه هو الاجهز، برشلونه هو السكواد بتاعه قوي، هو الاجهز بشكل كبير، انما ريال مدريد لا. واتلتيكو مدريد برضو الموسم بتاعه صعب مش سهل. اتلتيكو مدريد مش هيقدم حاجه طالما هو بيلعب بنفس الاسلوب، وانا شايف بشكل كبير هو سيميوني زي ما قلت لكم هو اخره الموسم دوت مع اتلتيكو مدريد، وخلاص القصه هتنتهي بينه وبين اتلتيكو مدريد، خلاص ما فيش حاجه جديده يقدمها، او هو حتى مش ناوي يغير افكاره، لا هو نفس الافكار بيلعب عليها ما بيغيرهاش. بس ده كلامي كان عن الماتش. الماتش انا ما استمتعتش بيه غير في اخر 10 دقائق تقريبا لما ريال مدريد سجل وابتديت احس ان هيرجع تاني الماتش. اما بالنسبه لاتلتيكو مدريد هو الشوط اول تمام، الشوط الثاني زي الزفت، حتى تبديلاته كانت كلها غلط. ادارته للماتش سيميوني كانت في الشوط الثاني كارثيه. بس كده. كارلو انشيلوتي انا مش هقدر اقول عليه حاجه لان انا ما شفتش اداره من كارلو انشيلوتي، ما شفتوش بيدير المباراه ازاي. لا هو بينزل اللعيبه ويلا وانتوا معاكم ربنا، انا ما عنديش حاجه اعملها، انتوا بقى اتصرفوا لان انا تعبت وراجل صحتي على قدي. بس فانا شايف لا الفرقتين هم شفنا ماتش ما بين فرقتين هم ضايعين اساسا. فهل ريال مدريد هيقدر يعمل موسم زي اللي عمله السنه اللي فاتت؟ اشك. بس ده كان كلام عن ماتش ديربي ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد اللي قدر فيه ريال مدريد ان هو يتغلب على اتلتيكو بنتيجه 3-1 ويتاهل لسيمي فاينال كاس ملك اسبانيا. بس كده، يلا نشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.